بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث موجه مني أنا، طالب مرعي مصطفى أبو عمود، موجه لأخوتي وزملائي طلبة المفيدين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بخصوص الحدث الجلل بالمصاب العظيم والمشكلة الخطيرة بكل معاني الكلمة من معنى. طبعا الساحة الأمريكية تختلف على الساحات الأخرى من حيث أن هي تحتضن أحسن جامعات العالم، ومن حيث أن هي النظام التعليمي فيها متطور ومتنوع. يعني المقررات في نفس التخصص في جامعة في ولاية معينة تختلف على مقررات حتى المدة عنها في ولاية أخرى. فطبعا الملحقية الثقافية في ليبيا أنا في البداية واجهت المشكلة هذه، وواجهت مشكلة أن الساحة اللائحة متخلفة ولا تتناسب مع طبيعة الدراسة في أمريكا. ومن ثم تم التعاقد مع المكتب الكندي. المكتب الكندي بصراحة وضع خطة إشراف جيدة، وكان في تواصل جيد، لأن الملحقية كنت لما تبعث أنت رسالة إيميل يعني أو تتصل ما فيش حد يرد عليك، ممكن تضطر أنك أنت تمشي لعند السفارة باش تعرض مسألتك وتلقى حل، لكن المكتب كان يرد عليك بسرعة، تواصل يعني تواصل فعال. لكن قلت مشاكل حدثوا عليهم، يعني خلق يعني حل مشاكل وخلق مشاكل أخرى المكتب الكندي. المشاكل الأخرى اللي خلقها هذه ما تهمش الطالب، يعني الطالب أهم حاجة عنده توصل منحته ويدرس وتأمينه قاعد تمام، يعني مطمئن من الناحية المالية ويقدر يركز على دراسته، هذه اللي تهم الطالب المفيد. مسائل أخرى ممكن تهم المسؤول. فطبعا كانت المسألة اللي يعاني منها الطالب في الفترة الأولى يعني كانت مسألة انقطاع المنحة، يعني المدة الدراسية كانت قصيرة في عدد كبير من التخصصات، وكان واللائحة يعني لا تعالج مشاكل كثيرة برزت هنا في الساحة. فاتجهنا نحن كطلبة لتشكيل جسدي اللي هو الاتحاد، على أساس يتواصل مع الجهات المعنية ويعرض المشاكل هذه عليها بهدف إيجاد حلول نهائية لها وجذرية. فعلا كنت أنا على رأس اللجنة التطوعية لعدة الانتخابات لجنة تأسيس الاتحاد. شكل الاتحاد، لكن الاتحاد خيب أماننا بصراحة، ما كانش في الموعد، ولم يقدم أي شيء يذكر للطالب عندي اليوم. فاتجهت لتأسيس صفحة مجموعة دليل الطالب في أمريكا، وعدد آخر من المجموعات، ونشطت معي عدد من الطلبة، وشكلنا وفد مكون من 3 طلبة. الوفد مشى لواشنطن، وجلس مع سعادة السفيرة وفاء بوقعقيس والطاقم بالسفارة، وعرضنا المشاكل، لكن السفارة ما كانتش في موقع يأهلها أن هي تقدم يد المساعدة. وطبعا الفترة دي كده كنا كلنا نحاول ان نحن نحل مشاكل عالقة، لكن بعدين طلع تفاقم الوضع، طلعت مشاكل اخطر واكثر، يعني من ضمنها مسألة التفويضات والتمديدات. لما يعني بداية التدخل في شؤون الطلبة حدثت لما المؤتمر الوطني العام والحكومة في طرابلس وقفوا التفويضات الطلبة، يعني الطلبة جد. طالب طبعا عادة كان يمشي مش يحصل على التأشيرة الأمريكية يمشي للأردن أو يمشي لأحد الدول المجاورة ويدفع اليوراني قدامه، وممكن يرفض في أول مقابلة، وبعدين يتحصل ممكن في ثاني ثالث مقابلة يتحصل على التأشيرة. مجرد ما يحصل الفيزا يرجع لإدارة البعثات، يتم إجراءاته ويسافر لبلد الدراسة. طبعا الطلبة يسافروا وعنده مبلغ معين محدود مسكين، وأمل أنه يتحصل على شهادة، هذا حلمه يعني. فالمنحة ما تجيش والتأمين ما يجيش، وكيف صار يكتشفوا بالأخير أنه هو إجراءاته معرقلة. وطبعا داروا حل فعلا، لكن الحل داروا أمتى؟ داروا بعد يعني عن تو في عدد كبير من التفويضات اللي عن تو مازال ما درناش حل، يعني دخلنا في سنة تو. تخيل يعني سنة طالب قاعد برا يدرس على حسابه، دفع اليوراني قدامه يراجي في تفويض ما جاش لعندي اليوم. كارثة، هذه كارثة بكل معنى تعنيه الكلمة بمعنى. احنا بلادنا معطلة، كل شيء فيها معطل. الحاجة الوحيدة اللي عندنا
الاستثمار الوحيد اللي عندنا هو الطالب الليبي. هذا ابنك قاعد يدرس برا، يتعلم، محتك بمجتمع يعني متطور متفوق في كل شيء، مش في الدراسه بس صراحه، حتى في التعامل. يعني الاخلاق الاسلاميه ندرسوا فين في الكتب ونقروا عليهن. هذا واقع معاش. انا الاتقان والصدق والنزاهه وحسن التعامل وسعه الافق والتواصل، مش العناد او التشبث بالراي. يعني الطالب هنا ممكن يجد نفسه مضطر انه هو يتعامل مع باسلوب مختلف تماما عن الاسلوب اللي ممكن يتعامل به في ليبيا. واحنا عارفين ان ليبيا كانت في عزله لمده طويله، وعارفين ان التراكمات والنتائج اللي تسببت فيها عزله ليبيا لمده طويله جدا. وعارفين الدور الإفادي، في صناعة جيل، وفي إحداث التغيير الاجتماعي الحميد. يعني احنا عارفين أن مصر لما غزاها نابليون بونابرت وسمع المماليك أنه هو يعني نزلت الجيوش الفرنسية على الشواطئ المصرية، اعتقدوا انه هو حمله صليبيه جديده، فمشوا بالسيوفهم. يعني قبل بونابرت بالمدافع، يعني سحقهم في ثواني. يعني مدفع في مقابل سيف، يعني يقابل سيف، فيش مقارنه ابدا. فمصر يعني لما جاء محمد علي للحكم، بعث طلبه مصري من مصر، ودرسوا في فرنسا وفي دول اوروبا، ورجعوا لمصر وحقوا يعني اسسوا نهضه علميه كبيره. ومصر بنت جيش قوي، وبدأت حتى في التوسع، وهزمت الجيوش العثمانية. ولولا تدخل القوى الغربية لكانت مصر امبراطورية عظمى اليوم. يعني واليابان يعني كانت في عزلة وكانت متخلفة، لكن بعدين لما ضغطوا عليها الغرب وشعرت بالخطر، برز الامبراطور ميجي المستنير وقال اذهبوا لليابانيين، خطبهم قال اذهبوا للغرب وتجاوزوه، يعني امشوا ادرسوا تعلموا منا وتعالوا ابنوا اليابان. وفعلا بنوا اليابان يعني. ونفس الكلام يطبق على الصين وماليزيا وحتى تركيا. يعني اغلب الدول متقدمه عنا. يعني الإفاد لعب دور كبير فيها. الإفاد مشروع وطني، يعني حد يدفع، يعني يدعم الإفاد. هذا يدعم فعلا، يدعم مستقبل زاهر ومشرق لليبيا. وكل من يقف في وجه الإفاد ويعثره، هذا بصراحة يدري أو لا يدري يسهم في خراب ليبيا وفي تعثرها. فتوقعاتنا وأمالنا كلها أن أهلنا يكونوا ورانا في مسيرتنا هنا. نحن نتعلموا في أحسن جامعات العالم، وأثبت الليبيين فعلا قدراتهم. يعني أنك أنت تحصل على قبول أكاديمي في أمريكا هنا موضوع ما هو سهل. ونجح الطلبة الليبيين بصراحة، وسمعتهم كويس، طلبة مجتهدين. يعني الطالب الليبي راه ما يلعبش هنا. الطالب الليبي يعني يدرس يبذل في جهد أنت ما تتخيلش. يعني وتحت ضغط. شوف الضغط اللي تحته، يعني دراسة صعبة، ومنحة ما فيش، وتأمين طبي ما فيش. تأمين طبي يعني حتى الطفل لما يمرض يقعد في مشكلة. فطبعا مسألة التأمين الطبي لما برزت، وخاصة لما وزارة التعليم العالي في طرابلس طلعت وثيقة وقالت أن المكتب الكندي نبو منا مستندات تكشف كيف تصرف بالأموال اللي جاءتها. احنا عارفين أن احنا لما ليبيا كانت تشهد شهدت حرب دامية، بعثوا له المكتب الكندي ما يغطي مصاريف الطلبة لمدة سنة. يعني كيف تصرف المكتب الكندي في الأموال هذه الله أعلم. لأن المكتب الكندي من شروط العقد انه هو، او من نصف العقد، انه هو ما فيش حد يراقبه، يعني عنده استقلاليه تامه. وهذا موضوع خطير. يعني ممكن المشكله هذه ما تعنيش الطالب، نرجع نقول تعني المسؤول، لكن احنا عناتنا كطلبه لما عرفنا ان التامين الطبي حل يكمن فينا المكتب الكندي يسلم المستندات، فتواصلنا معه وبعثنا رسائل رسميه موقعه يعني موقعها اكثر من 100 طالب. وجاء يعني المكتب الكندي تفاعل معنا ورد، لكن كان يماطل، وفي الاخير بكر ما قدمش المستندات، وقمنا عليه الحجه واثبتنا انه هو فعلا يعني موضوع محل شك. ولما جاء قرار انهاء عقد المكتب الكندي من قبل وزاره التعليم العالي في البيضه، ممكن احنا كطلبه شفناه انه هو مناسب. يعني لان المكتب الكندي يعني فيه راحه فساد مالي تفوح. ممكن في ناس اخرى شافت انه هو تدخل، هو فعلا ممكن ينظر له بالشكل هذا، انه هو امتداد للصراع في ليبيا للساحه الامريكيه. فطبعا
بعثت انا وزميله لي اماني، بعثنا برساله لسعاده السفيره، ورساله لمدير اداره البعثات، وسعاده السفيره استلمت الرساله وسلمتها للمحقق المساعد، واستلمها الرساله هذه مدير اداره البعثات في طرابلس، وقروها. والرساله تقول ان نحن كطلبه نبغى فكره الملحقيه تنجح، ونعرفوا شنو استعداداتكم انتم وشنو كيف تنظروا لها، واذا كان في خلاف ممكن نحن ندخلوا نحن كطلبه نحلوه. طرابلس ما ردوش علينا، والملحق رد علينا وطمنا وقال الامور تمام. كيف تمام؟ ما اعطاناش معلومات وافيه بصراحه، واصبح الموضوع غامض. فعلا اليوم استلم من المكتب الكندي يوم 11 فعليا ما فيش ملحقيه، المكتب الكندي موجود ما سلمش الفلوس اللي هي عنده، والملحقيه على ما يبدو انه هو كان فيه امل انه هو الفلوس هذين يبدو به الملحقيه، ما سلمش المكتب الكندي الفلوس، والملحق والملحق وفلوس الملحق الثالث ما جاتش من طرابلس. ممكن تخوف انه هو لو جا الفلوس ممكن الملحقيه تتصرف فيهن في ايجاد مشرفين، لان ما فيش مشرفين، ما فيش ملحقيه اصلا. يعني تراسل اليوم ما يردش عليك حد، ما فيش في مكتب الكندي موجود، والسحابه كانت يعني واضح انه انسحاب تكتيكي وحيرجع يعني، وعنده رغبه انه هو يرجع. فتو المشكله اللي احنا قاعدين فيها ان ان الفلوس تعطل لمده 3 شهور، لان منح الطلبه متعطله 3 شهور. الطلبه كلهم استلموا في جميع الساحات الا نحن الطلبه في الساحه الامريكيه، والسبب والكنديه. السبب تعيين الملحقيات. هو في طرابلس في اخبار ان هم حتى هم بيديروا ملحقيه من عندهم. يعني الصراع انتقل، هنا تو الصراع موجود عندنا، الطلبه قاعدين من غير منحه. هذا موضوع خطير بكل ما تعنيه الكلمه، بمعنى كيف تخلي طالب ليبي باسرته من غير منحه، وفيه اللي ماشي في دراسته وقريب يكمل قاعد اليوم من غير منحه. موضوع خطير، انت قاعد في بلاد راس ماليه، يوم واحد في الشهر لو ما دفعش الفلوس اللي المستحقات اللي عليك، ثاني يوم تلقى نفسك في الشارع. منين بياكل الطالب؟ يعني نحن سمعنا على طلبه ساعدتهم منظمات انسانيه وكنائس في امريكا هنا. معقوله يعني توصل الدرجه ذا؟ يعني احنا عارفين ان الطالب الليبي يموت ولا يرجع مطاطي راسه، يعني جاي لامريكا يبي ينجح بيرفع راس هلا، كيف يرد فاشل؟ يرقد في الشارع ولا يرد فاشل؟ يعني انتحار، ممكن ينتحر وما يرجعش. هذا ابنك، كيف ترضى لابنك انه هو يذل يوصل للدرجه ذا، يقعد من غير منحه؟ في ناس موسع عليه ربي فيه، لكن الاغلبيه العظمى من الطلبه من الطبقه، يعني من الطبقه الفقيره نقولوا، يعني ناس حتى هلا يعني ممكن باع سيارته واللي يروح اللي قدامه ممكن حتى يبيع حوشه باش ينجح، لكن حتى تحويل حتى الفيزا سكروه، ما فيش حاجه، ما فيش حتى كيف توصل له فلوس. يعني قاعدوا زي طلبه في ليبيا، قاعدوا زي اهالي غزه، يعني مسكر عليه من هنا ومسكر عليه من هنا. هذول ابنائكم يا اخي، اذا كان انت ما صبيتش مع ابنك وما قدرتش الظرفه وما تنزلتش علشانه، من حيصبي؟ فانا يا شباب عن وجهه نظري انا الشخصيه، واعتقد ان في عدد من الطلبه وافقوا معي، نرى ان نحن ان الملحقيه الملحقين اللي كانوا قبل موجودين قبل الملحقيه هذوما هم اللي يستلموا. الملحق الثقافي اللي كان قبل في السفاره ومعترف به من الجميع، هذا هو اللي تولى مساله الملحقيه، والملحق الثقافي اللي كان سواء في كندا او في امريكا. هذه حاجه، هذا اقتراح حل من احنا كطلبه. ثاني حاجه الفلوس، لازم فلوس الملحق المنح لازم يوصل الطلبه اليوم قبل بكره باي طريقه، ان شاء الله تمشي تتواصل مع مكتب خدمات امريكي يوزع الفلوس على الطلبه، لازم يوصلوا. هذا موضوع خطير، ناس يعني تقطع عليهم المصدر رزقهم الوحيد، مهما كان الخلاف، مهما كانت المشكله، ما يوصلش الموضوع للدرجه هذه. لا، الملحقيه ترجع تمام. هذا اعتقد انه حل وسط. انت نهيت يعني استخدمت حقك في صنع القرار، ونهيت عقد المكتب الكندي، بارك الله فيك، خطوه نراها جيده وممتازه، لكن تنصيب الملحقيات نرى انه هو غير مناسب ومش في محله، ولازم يتم الاعتماد على يعني لازم يتم التعامل مع الملاحق اللي كانت قبل. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، نحن كطلبه يعني بصراحه يعني لو احنا ما صبيناش الموضوع مش هيصير منا شيء. لازم نبدو في حراك، عدد منا يمشوا للسفاره يعتصموا، وانا باذن الله جاهز نكون يعني
يعني في الصفوف الأولى، نمشوا للسفارة ونعتصموا أمامها. اللي يقدر يجي يعني متواجد قريب من السفارة يجي، اللي يقدر يساهم في دفع ثمن تذكرة لطالب يجي. نمشوا ونبدو بإذن الله في طرح مشكلتنا. يعني في صحف وقنوات وطنية مستعدة تتبنى قضيتنا وتطرحها. يعني نحن اللي لازم نصبوا نصبوا ونتكاتفوا ونقفوا ونديروا الحل. الحل مش هيجي إلا إن نحن كطلبة توكلوا على الله. هذا مقترح احنا قدمناه، وبإذن الله نصبوا له. هذا مستقبلنا ومستقبل بلادنا، وانا متاكد ان احنا حنلقوا من اهلنا ناس وطنيه ومخلصه حتصبي معانا وتوقف معانا ومش حتسيبنا. هذا استثمار حقيقي، هذا امل لانتشال ليبيا مما هي فيه. وتمنياتي يعني اتمنى من الله ان هو يوفقنا ونخرج من هذه الازمه بسلام باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.